السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان كده النهاردة 15 يوم، وانا بالنسبة لي رمضان طالما عدى منه 10 ايام يبقى كده رمضان خلص. يلا بقى نبدأ الكحك والبسكويت بتاعنا النهاردة. بقى انا هعمل معاكم البسكويت يا جماعة، تمام؟ دولت 2 كيلو من الدقيق. انا هشتغل على 2 كيلو، تمام؟ 2 كيلو من الدقيق، اللي هو الدقيق ده متعدد الاستخدام، ده طبعا عارفينه كلنا. تمام يا بنات. وهنا معايا 6 بيضات لكل كيلو. انا هستخدم لكل كيلو دقيق 3 بيضات. وكل كيلو دقيق برضو بالسمنه كوبايه ونص من السمنه. انا معبره بالكوبايه، تمام؟ اللي هي الكوبايات بتاعتنا دي، اللي هي في كل بيت دي، الكوبايات دي اللي هي في كل بيت دي، تمام؟ شايفين يا بنات؟ كوبايه ونص من السمنه وكوبايه ونص من السكر. يبقى كوبايه ونص من السمنه وكوبايه ونص من السكر لكيلو دقيق، تمام؟ معلقه ممسوحه من النشادر، معلقه ممسوحه من البيكنج باودر لكل بيضايه، تذكره من الفانيليا. عارفين ظرف الفانيليا ده؟ لكل بيضايه واحده من الفانيليا. يعني انا هستعمل 6 بيضات، يبقى هستعمل لهم 6 فانيليا. تمام كده يا بنات، عشان تبقى ايه الطريقه واضحه وكل حاجه واضحه، تمام؟ دي ريحه برتقال لان انا هستعمل النهارده البرتقال، تمام؟ وده بشر برتقال بتاعي، وده عصير برتقال، وده الفروت بتاعي بيخلي لون البسكوت معايا حلو. وطبعا طالما في بيض يبقى لازم يكون في ايه، في خل. تمام كده يا بنات. هنا انا هحط الخميره في العصير البرتقال ده. ولو عوزت تاني برتقال معايا انا ايه عصير تاني ركناه على جنب عشان لو احتاجته في العجين، تمام؟ شايفين كل حاجه واضحه قدامكم اهي. ودي ريحه البرتقال برضو. انا شغاله كله على البرتقال. وده الدقيق بتاعي وكل حاجه زي ما انتم شايفين اهي. دي السمنه. لازم السمنه بتاعتك طبعا ما تكونش سايحه قوي، ما تكونش بنفس الوقت ان هي تكون ايه جامده قوي، تمام؟ وده البيض بتاعه. لازم طبعا البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. والسكر بتاعي لازم أن يكون باودر، تمام؟ كل حاجه قدامكم يا بنات اهيت. وهنشتغل دلوقتي مع بعض وهتشوفوا من السخن. خلاص هنا هنحضر الكروانه بتاعتي يا بنات. زي ما انتم شايفين انا جايبه هنا كروانه عاليه عشان خاطر ايه، انا ما شاء الله هعمل 2 كيلو. وعشان خاطر وانا بضرب الخليط ده كله مع بعضه ما يطرطش حواليه ويبهدل الدنيا، تمام؟ السمنه بتاعتي زي ما انتم شايفين مش اللي هي ايه، مش ناشفه قوي ولا طريه قوي. انا هضيف السمنه على السكر بالمضرب بتاعي الكهربائي وهضربهم مسافه ثواني. هيبقى القوام بتاعهم حلو. لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن تعملي بايدك عادي. انا قبل ما اجيب المضرب كنت بشتغل بايدي عادي وكان بيطلع زي الفل، وكان بيطلع احلى كمان من المضرب يا جماعه. تمام؟ يعني اللي ما عندهاش مضرب مش هتقف يعني ان هي ما تعملش بسكوت وكده، تمام؟ هنا خلاص انا بضرب الخليط. بص زي ما انتم شايفين بقى شبه الكريم شانتيه كده بنات. زي ما انتم شايفين كده بقى طري حلو. هو صراحه بيسهل علينا، تمام؟ اول حاجه بقى هضيف البيض بتاعي واحده واحده، تمام يا بنات؟ لما اضيف البيض بتاعي واحده واحده كده اعرف اضربه بالراحه، واعرف ايه ان انا اتحكم فيه وتبقى يحافظ على صلابه البسكوته، تمام؟ واحده واحده لحد ما تختفي تماما. وبعد كده ايه اضرب التانية بالتدريج. انا طبعا ما كسرتش البيض، انا سبته زي ما هو كده صحيح، عشان لما اجي ايه افضيه يبقى سهل معايا، ما ياخدش وقت ومجهود مني ويبهدل لي الدنيا، تمام؟ واحده واحده يا بنات. زي ما شايفين كده كنت بضربه. انا مورياكم كل حاجه بالتفصيل وكل حاجه. هو معلش الفيديو ده هيبقى كبير شويه علشان انا ايه، ده الخل بتاعي طبعا عشان الزفاره والفانيليا زي ما قلت لكم برضو. على كل بضايه باكيت فانيليا، تمام؟ انا معلش بقى الفيديو ده هيبقى طويل شويه عشان انا عايزه ايه اشرح كل حاجه بالتفصيل عشان ايه محدش يتوه منه كده، تمام يا بنات؟ كده ايه احنا خلاص خلصنا ايه البيت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بنات. وبعد كده هنبدا في ايه المكونات التانية اللي هي الجافة. هنا شايفين عايزة اقول لكم الفروت ده خلى اللون بتاعه تحفة، وريحة البرتقال كمان خليته. بصوا شكله جميل جميل وشكله اصفر كده. والريحة كانت تجنن. الريحة بتاعته خطيرة. عارفة انت حتى لما تيجي تفتحي عليه دلوقتي مثلا، يعني انا قاعد مع البيت وشلته بفتح عليه الريحة كده ايه بتهب عليكي كده. شايفين اللون بتاعه؟ اللون فرق ازاي. اللون فرق غير اللي هو اللي معلوش فروت والتاني واللون والكلام ده كله. في ناس بتعمل من غير فروت بس الفروت بيخليه حلو. ده النشادر بتاعتي الخميره بتاعتي. وده بشر البرتقال زي ما انتم شايفين كده بنات. انا كنت ناسيه هنا، تمام؟ كنت ناسيه هنا وخلاص ضربته برضو ايه مع بعض كده عشان ايه يختلط مع بعض. وبعد كده ضفت الدقيق بتاعي. انا اول حاجه عملت المكونات السايله كلها على بعضيها، وبعد كده ضفت المكونات اللي هي الجافه. وبعد كده هنزل بالبيكنج باودر، معلقتين ممسوحين من البيكنج باودر. وبعد كده الخميره انا دوبتها في العصير البرتقال.
تمام شايفين كده. بصوا الفوران ده يثبت لك ان اللي هي قصدي النشادر، تمام، ده يثبت لك ان النشادر بتاعتك حلوه، وان شاء الله البسكوت بتاعك هيطلع حلو لما الفوران بتاع النشادر ده. بصوا انا ببسس، انا ما بعجنش، ببسس اللي هو ايه، واحده واحده كده بايدي، بمسك المواد السائله بالمواد الجافه بايدي كلهم مع بعضهم، بمسكها واحده واحده، ما بعجنش والكلام ده كله، تمام. بمسك بايدي كده لحد ما ايه، ما كله يختلط مع بعضه، تمام يا بنات. هنا خلاص المضرب بتاعي انا خلاص شكرا كده، مش هشتغل، بشتغل بايدي، تمام، لحد كله ما يبقى حته واحده. بصوا عمل ازاي. وهنا انا كنت حاطه نص كوبايه عصير برتقال، كان في نص تاني انا ضفته كمان، لان ليه، لقيت العجينه ناشفه شويه. شوفي بصي العجينه بتاعتك طالما لقيتيها بتلمع ولمت كده بسهوله، وحطيت صوابعك فيها لقيتها فتحت زي كده، شققت زي دي كده، اعرف ان العجينه بتاعتك ناجحه 100%. شايفين لون العجينه حلو ازاي، اللون اللي هو الجميل ده. بصي يا بنات، بصي العجينه ما شاء الله بتلمع، وتحطي صوابعك عليها تعلم كده وتشقق كده، ده اللي يعرفك ان العجينه بتاعتك ايه، زي الفل. هنا الصاج بتاعي طبعا دهناه زيت، احنا ندهن اول مره بس، وبعد كده نشتغل عاد. شايفين بقى انا كنت عملت خلصت الكميات بتاعتي كلها، واشغل الفرن بتاعي بقى على درجه حراره 180. شايفين بعد ما خلصنا بقى الكميه بتاعتنا ما شاء الله قد ايه، يعني الكميه دي ما شاء الله الله اكبر يا رب، من 2 كيلو. بصوا انا عملت كذا كذا موس، شايفين ده، شايفين الموسه دي، عايزه اقول لكم بصوا بتخروش ازاي، يعني مقرمشه وخفيفه. بصوا ده كمان، يعني انا شكلت يا بنات، بصوا من ورا ومن قدام عامله ازاي. بصوا ده كمان، بصوا يا بنات هش وخفيف جدا جدا، عامله ازاي كذا موس، يعني انا شكلت كذا ايه، كذا واحده. بصوا والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظلمه جدا جدا. بصوا من جوه هش ازاي، خفيف جدا، وعايزه اقول لكم ان طعمه وريحته كانت جايبه اخر الشاي. بصوا يلا، لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا بلايك وكومنت. يلا باي باي، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. ويلا قومي تشجعي اعملي. يلا باي باي.